بعد ما جربت طرق كتيره جدا لعمل الكبده الاسكندراني، دي تعتبر انجح واظبط طريقه تقدروا تعملوا بيها الكبده. ريحتها هتقلب معاكي الدنيا وطعمها خطير جدا وفي منتهى الجمال. هعلمك ازاي تعملي الدقه بتاعتها بطريقه المحترفين، وهقول لك على كنز في الفيديو، مكون سحري خطير جدا لو عملتيها بيه هتحولي الكبده بتاعتك من كبده مستورده لكبده بلدي. كل المطلوب منك انك تركزي معايا عشان تتعلمي كل التريكات والنصايح دي وتعرفي ازاي تتخلصي من زفاره الكبده. ودلوقتي حطي لايك للفيديو وتعالي بينا نبتدي على طول ونشوف المقادير وطريقه التحضير. واول نصيحه معايا النهارده ان الكبده ما بتتغسلش، خصوصا لو كانت كبده بلدي او مستورده. الكبده اللي معايا النهارده كبده مستورده. هجيب مصفى وابتدي انزل بالكبده بتاعتي في المصفى بالشكل اللي شايفينه ده، واسيبها حوالي 7 دقايق كده لحد لما تصفي الدم بتاعها كويس جدا. تاني نصيحة، علشان اتخلص من بواقي الدم اللي في الكبدة هنزل بيها في بولة كده فيها كوباية من الحليب، مش اكتر من كده، حليب بس. تقدروا طبعا تضاعفوا كمية الحليب حسب كمية الكبدة اللي عندكم. الطريقة دي هتخليكي تتخلصي من كل السموم اللي في الكبدة، وكمان بواقي الدم هتطلع معايا. هسيبها ربع ساعة في المحلول ده، بعدين هصفيها بمصفى نظيفة زي ما انت شايفة كده. وفي طاسة عندي على نار عالية جدا هنزل بحوالي تلت كوباية من الزيت، وضيفي المكون ده بجد يعتبر سحر، قطعة ليا. حاولي توفريها، لو متوفرة عندك ضيفيها، لو مفيش خلاص تقدري تستغني عنها. هسيبها لحد لما تسلى معايا، يعني تنزل الدهون اللي فيها. ممكن اضغط عليها كمان بظهر المعلقة كده علشان اصفيها كويس جدا، واسيب الزيت والدهنة دي لحد لما يتقدح. بعد كده ابتدي انزل بالكبدة بتاعتي بالشكل اللي شايفينه ده، ونحاول ما نقلبش الكبدة، يا دوب نفردها في الصينية او في الطاسة ونسيبها علشان ما تتهريش معايا. هنسيبها على الجنب ده حوالي دقيقتين. اول لما تبدأ تحمر كده من تحت هبتدي ان انا اقلبها على الناحيه التانيه، وهقول لك تضيفي ايه بعدها. خلاص بعد ما عدى تقريبا دقيقتين هبتدي اقلب في الكبده بتاعتي بالشكل ده علشان تتحمر وتستوي من الناحيه التانيه كمان. وهبتدي دلوقتي اضيف البهارات بتاعتي، عباره عن ايه؟ عباره عن ملح وكمون وفلفل اسود وشويه من البابريكا. طبعا البهارات دي بس ما تضيفيش اكتر من كده، بجد هيكون طعمها في منتهى الجمال. لازم تضيفي البهارات دلوقتي علشان ريحتها تسمع في الكبده، وكمان تاخد تحميصه كويسه جدا. طبعا حاولي ما تكتريش الملح لان هنعمل دقه خطيره كمان شويه. دلوقتي هبتدي انزل بعد حوالي دقيقه كده من البهارات، هنزل بالفلفل بتاعي. انا قطعت كده قرنين 3 من الفلفل الحامي على البارد بالشكل ده ونزلت بيهم. هسيب بقى الفلفل مع الكبده حوالي دقيقه على النار، وتعالوا بينا نجهز احلى دقه في الدنيا. عباره عن معلقه كبيره من هريسه الشطه، وكمان معلقه كبيره من هريسه الثوم، وشويه ملح صغيرين. نحاول ما نكترش الملح لان احنا ضفنا ملح الاول في البهارات على الكبده. تمام، هدقهم كويس جدا بالشكل اللي شايفينه ده. ولو ما عندكيش هريسه شطه ممكن تجيبي كام قرن فلفل حامي كده مع فصين 3 من الثوم وتدقيهم مع شويه ملح، وبعدين تضيفي معلقتين 3 من الخل. وانسي بقى، هتاكلي كبده عمرك ما هتطلبيها من بره تاني. مش هتعمليها غير في البيت بالتركه دي. جربي كده تعمليها بكل التركات اللي قلتلك عليها، بجد هتبقي اشهر حد في عيلتك بيعرف يعمل كبده. بعدين هنرجع الكبده بتاعتنا كده نديها تقليبه ونعمل تجويف كده في النص، ونبتدي ننزل بالدقه بتاعتنا ونقلبها في النص كده حوالي نص دقيقه او دقيقه لحد ما ابتدي اشم ريحه الثوم الجميله. وبعدين هخلط بقى الكبده كلها مع الدقه. كل ده هياخد معايا على النار دقيقتين 3 بس كده، وبعد كده تطفي عليها النار. ريحتها مش عايزه اقولك، والله بجد كانت قلبة الدنيا وطعمها خطير جدا جدا. محدش يتوقع انك عاملاها في البيت ابدا لو عملتيها بكل التريكات اللي هقولك عليها دي. تقدروا طبعا تاكلوها مع عيش، تاكلوها جنب مكرونه. الوصفه خطيره جدا، لازم تجربوها. طبعا قبل التقديم لازم نعصر عليها ليمونه كامله كده، بشرط نكون طفينا عليها النار. وقدموها وبألف هنا وشفا على قلوبكم. رايكم طبعا بيهمني جدا. اتمنى لو وصلتوا معايا لحد هنا تحطوا لايك للفيديو، عايزين نوصله لاكبر عدد من اللايكات علشان الناس كلها تقدر تشوف الوصفه الجميله دي. ويا ريت لو بتشوفوني لاول مره انزلوا حالا شرفوني بالاشتراك في القناه. هتلاقوا كلمه اشتراك مكتوبه باللون الاحمر تحت الفيديو، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس على الكل علشان تقدروا تشوفوا كل الافكار والوصفات اللي بنزلها يوميا اول باول. شيروا الفيديو لو حابين، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.